السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026. هنتكلم النهارده عن فيديو زي فيديو الفيزياء اللي فات، بس الموضوع عن الأحياء، الكتب وكذا نصيحة كده في الأحياء. يعني أنا جاي أكتشفها الصراحة، يعني من يومين كده. فإيه، في حاجات هننتقدها، يعني كنت بقول لك عليها، بس ممكن أنا بقول دي ممكن تبقى صح، ممكن على أساس الامتحانات اللي بتيجي. وفي خبر مهم هنقوله في الآخر. تمام. ويا جدعان، الفيديو اللي هو الدقيقتين اللي انا بحطه في النص الفيديو ده، اللي هو حته ديني كده، ده اهم حاجه في الفيديو الصراحه. يعني ده كده كده هتستفاد منه. انت ممكن تسمع اللي انا بقوله ده كله ما تستفادش اي حاجه، ولا انا هستفاد ولا انت تستفاد اي حاجه. امال الفيديو الدقيقتين انت تاخد حسنه وانا اخد حسنه وكده، يعني خلينا ناخد حسنات شويه. تمام. سريع سريع ملخص للفيديو لو انت مش عايز تسمع ال10 دقايق. اقول لك قلنا ايه في الفيديو. لو انت عايز تحل، معاك الامتحان والتفوق وكتاب التميز لو نزل. ايه اللي في محتوى الفيديو اصلا عشان تعدل الاخطاء، يعني الحاجات اللي انت شايك فيها، او لو انت لاقي نفسك فاضي وحابب تبحث عن معلومات او في حاجه مش داخله دماغك، خش اكتب على اليوتيوب، خش اكتب على جوجل، ما تخش الشات جي بي تي. تمام. شات جي بي تي في حاجات برضه يبقى عارفها والكلام من ده، بس خش جيب مراجع تطبيق الحاجات دي. والحاجات دي اللي بتيجي في اخر السنه في الاخر. فلو انت معاك وقت وفاضي، اكيد كده انت كده مش فاضي، انت بتضيع وقت. خش ابحث يا عم: تكوين الريبوسوم، عمليه تكوين البروتين، فيديوهات انيميشن، الريبوسوم بيتكون من كام حاجه، من 3 ولا 2، فاهم؟ والكلام من ده ملخص سريع. لو عايز تكمل فيديو كمله فيديو ضحك، والله في حاجات كده ممكن تضحكك يعني وتشيل من عليك شويه. بس كده اول حاجه، وهي كتب المراجعه النهائيه في الاحياء. كتاب الامتحان وكتاب التفوق، كتاب كتاب والله نسيته من المؤسس، كتاب معرفش المرجع، كتاب الايه تمام تمام. انا الفيديوهات بتاعت اول السنه عمال اقول لك حل، حاول تحل اكتر وكده وتجيب افكار اكتر، وزي كتاب التميز معرفش في منه مراجعه نهائيه ولا لا، بس هو لو في منه مراجعه نهائيه فهنجيبه اساسي. انا قلت لك هتجيب كتاب ايه معانا؟ كتاب الامتحان، علشان هو احسن بكتير من كتاب الامتحان بتاع اول السنه. وكتاب التفوق يعني ايه، مش عارف الصراحه. هو كتاب كويس، بس ساعات بتهب شويه. يعني انا بقول لك اللي هو ساعات بتهب وعادي يعني. تمام تمام. كتاب التميز هو كتاب كان في اول السنه جامد، فانت لو حله في اول السنه خلاص انت معاك افكار حلوه. وتقريبا اللي عامل كتاب التميز بيعمل مراجعات نهائية. تمام. فمش عايز، مش هكتر لك مصادر. اما نيجي وقت المراجعات النهائية وتشترك مع مين والكلام من ده هبقول لك. تمام. خلينا بس دلوقتي في الكتب. فانت معاك الامتحان ومعاك التفوق، كلهم ايه الماشيين دلوقتي، وكل الناس تمام، وهما كتابين حلوين وكل حاجة. انا جاي بقى دلوقتي اتكلم في حاجات انت ممكن تعملها تساعدك، عشان هو بيجيب لك اسئلة من بره الكتب ومن بره الحاجات اللي انت حلتها. ايه هي؟ اول حاجه انا جايب 3 اسئله. 3 اسئله، يعني بسم الله ما شاء الله كنت غلطان فيهم في الامتحان، وانا جايب الاسئله بتاع الامتحان بتاعنا عشان كنت فاكرها. تمام. السؤال رقم 38 ده كان بيقول لك ايه: اين يوجد جزء التي ار ان اي الذي يحمل سلسله عديد البيبتيد في الشكل المقابل؟ انا عن نفسي في الامتحان انا ما كنتش عارف هو ده في موضع A ولا B، عشان انا واخد في ثانويه عامه اللي هو موقع A و B. بس لما دخلت الكليه عرفت ان هو موقع A و B و E، و B ده اللي في النص. فانا لو كنت عارف المعلومه دي في ثانويه عامه كنت جاوبتها وخدت الدرجتين. تمام. هو نصيبي، وانا مقتنع بكده. تمام. بس انا طب انت تقول لي انت قلت كده، ايه بقى غرضك من الكلام اللي انت بتقوله؟ غرضي مثلا اللي هو انت حاول تبحث عن اي حاجه في الاحياء، يعني اي معلومه انت كده ايه، مش انت كده مش قاعد فاضي عامه، انت قاعد بتذاكر او بتضيع وقت. في الوقت انت بتضيع في وقت في الوقت اللي انت بتضيعه ده، يعني مثلا خش مثلا ايه، شوف لك فيديو كده على اليوتيوب: تكوين الريبوسوم، ازاي البروتين بيتصنع، فيديو انيميشن. هتلاقي الريبوسوم مكون من 3 حاجات، وانت عندك في الثانويه 2. اعرف يا عم ان الموقع بي هو اللي موجود في النص، وايه على الطرف الشمال، وايه على اليمين. تيجي تقول لي ده سؤال تغلط فيه، هقول لك والله غلطت فيه، عشان ما اعرفش ده في النص دي كانت تروح يمين ولا شمال. حتى انت عارفه ان هو معوج، يعني انت عارف ان الريبوسوم الرسمه بتاعته بتبقى معوجه. هو انا جايبه لك انا مش معوج، يعني جايب لك الصوره بتاعت الريبوسوم اهو، الموقع A و B و E اهو. انا كنت بحسب، انا اهو ما كنت بدأ في الثانويه العامه كنت واخد ان هو الايه طرف A طرف و B طرف. انا جيت في الامتحان جايبها لي في النص، انا ما كنتش عارف النص ده ايه. هو اكيد ما يجيش شرحها لك السنه دي والسنه اللي فاتت، عرفها لك علشان هي موجوده فين؟ في امتحاننا. فانا
فانا مش عايز اقول حاجه كلمه تانية، فانا نقصت بس انت هتستفاد. تمام. امال لو انت كنت جايب لي مثلا الصوره دي وقلت لي اعرف مثلا كده ان ده ايه وبي وايه، هتكلم عن المدرس مش هجيب سيره حد، ماشي؟ عشان احنا في رمضان، بعد رمضان نبقى نجيب سيره حد عادي. ايه وبي وايه، لو كنت عرفتني ان الموقع بي في النص كنت عرفت اجيب السؤال واخد الدرجتين. ممكن حد كانت الدرجتين دول كانوا يفرقوا معاه ويخش كليه الطب مثلا. انا ما فرقتش معايا الحمد لله، فخلاص نصيبي كده. السؤال التالي، السؤال ده رقم 32 ده متاخد نصا من كلية صيدلة. السؤال ده متاخد نصا من كلية صيدلة. هو أكيد طبعا أنت مش هتخش في الموضوع على الكلام ده، هو كان سؤال برضه سهل بس أنا كنت عبيط طبعا وغلطت فيه. سؤال الفقرات. سؤال الفقرات بيقول لك كم عدد المفاصل الموجودة بين الفقرات الموضحة بالرسم أو بالصورة عامة يعني. تمام. دي الفقرات العجزية اللي هم 5 فقرات. هو قال لك في المنهج بتاعك وبيشرح لك، قال لك هما بيبقوا 5 فقرات. في الأول بيبقى ما بينهم اللي هو أثناء طبعا اللي هو من أول الولادة لحد البلوغ، اللي هو بيبقوا 5 فقرات ما بينهم مفاصل والكلام من ده. مبدأ إن موجود ما بينهم مفاصل، يعني أنا التكوين ذات نفسه مش هيختفي. هو هيحصل تصيب الكالسيوم اتكون عظام كل حاجة، بس بقايا المفصل ذات نفسه موجود. الاستراكشر بتاع المفصل يعني هو في مفصل حتى في السؤال. بصي اقول لك حاجة، انا كنت غبي. تمام. ماليش دعوة بالتانيين، انا غبي. في السؤال جاي حاطط لك الاربع مفاصل. بص يعني هو يعني الراجل كتر خيره الصراحة يعني. الراجل حاطط لك المفصل التاني التالت او الرابع، فمش محتاج يقول لك هو ده كبر ولا صغر عشان تختلف ما بين الصفر والأربعة. أقول لك حاجة كمان أنا أول مرة ألاحظها دلوقتي. يعني هو لو كان عايزك تقول له صفر كان ساب لك المفاصل كلها سايبة في بعضها. ولا هو عايزها صفر، أمال هو هنا راجل. ياه ده على بناء. نسيت أشوفها في الامتحان، أو جيت أفتكرها دلوقتي في 2026 والامتحان كان في 2024. سبحان والله والله العظيم. يعني الراجل بسم الله ما شاء الله حاطط لك خط ما بين الفقرات، يعني اللي هو موجود مفاصل وكده. يعني لو كنت دخلت، مش يا عم خش، دي مش محتاجة بحث بقى. لو كنت دخلت بحثت على حاجة زي دي، والله دخلت بحثت يعني حتى احط لك شات جي بي تي ده مش مصدر طبي ولا مرجع طبي، شات جي بي تي تخش تقول له العظمة العجزية كم تحتوي فقرات وهل فيها مفاصل ولا لا، هيجي يقول لك ايه؟ كان يوجد فيها نوع من المفاصل secondary cartilage، ولكن بيحصل فيه تعظم ويتحول لكذا، بس هي كموجودة كمفصل، فاهم؟ وهو جه في السؤال بتاع امتحان ثانوية عامة راح رازع لك الأربع مفاصل وأنت زي الغبي تروح مختار صفر. تمام. جيت تقول لي ده افرض بحثت وطلع لي إجابة كده وفي الامتحان جاب لي الإجابتين، أختار إيه؟ أقول لك أنت ونصيبك، بس اختار الإجابة دي اللي هي الإجابة بتاعة البحث عشان أنا مبقاش معتمد منهج ثانوية عامة. تمام. ماشي. ده كده سؤالين اللي هم كنت حابب اتكلم عليهم واقول لك ان هو انت حابب لو انت في حاجه معلومه بالذات مناعه ودي ان ايه، مناعه ودي ان ايه، دي ان ايه مناعه، دي ان ايه مناعه، حاول تبحث عنها وهتلاقي في مراجع بتتكلم عليها وهتلاقيها موجوده باستفاضه. اعرف المعلومه جت ما جاتش اديك انت عرفت ممكن تستفاد بيها بعد كده. مفيش معلومات، مفيش علم ما ينفعش، انما الذي لا ينفع ده دي مثلا لما اكون الكوره والكلام ده. وحتى دلوقتي ما عادش علم لا ينفع. انت ممكن مثلا لو انت عندك حاجات في الكوره وكده ممكن تطلع تعمل قناه يوتيوب، تعمل انستجرام، هتروق الدنيا وتشتغل عادي كأنه دخل ليك. ماشي. فهو هنا مفيش علم لا ينفع. تمام. ده اللي كنت هتكلم عليه. مش لازم اللي انت تعمله اللي انا بقول لك عليه ده، بس اقول لك لو انت حابب طبعا مالكش دعوه بالكلام اللي انا بقوله. انا واحد عبيط جايب 51 في الاحياء. تمام. هتيجي تقول لي طب لو انا مش عايز ابحث ولا الكلام من ده اعمل ايه؟ اقول لك هعمل ايه. انا بعد ما اخلص الامتحان اجي اتصل على واحد صاحبي، اجي اقول له اصل النهارده كذا وكذا الحمد لله قفلت، نفرح وكده. يقول لي يا عم روح ذاكر احنا لسه بنجمع درجات. كلمه بالنار، بعد كل امتحان احنا لسه بنجمع درجات. يعني بعد امتحان عربي انا عارف ان انا كنت ناقص 6، وكان يعني احبطت جامد بعد امتحان عربي بس عديتها الحمد لله. حتى لما يوم امتحان عربي لما جيت قلت له انا نقصت 6، قال لي خليك راجل وقفل الباقي علشان امتحان الاحياء.
فانت انا بقول لك اهو، انت في امتحان يعني لسه قدامك شهرين ولا 3. احنا قربنا خلاص، فاضل لك 3 شهور. احنا بقينا في شهر 3. السلام عليكم. احنا في شهر 3. احنا في شهر 3 صحيح، نسيت اعرفكم ان احنا في شهر 3. يعني فاضل 3 شهور بالظبط. تمام. إيه، انت بتجمع درجات لحد امتحان الاحياء عشان ده هيشفط منك كل حاجه، ولو ما شفتش منك كل حاجه هتلاقي نفسك الاول على الجمهوريه. دي يعني حاجه حابب اقولها لك. تمام. يعني جمع درجات جمع درجات جمع درجات، كل امتحان احنا بنجمع درجات. يعني ما ينفعش ننقص الدرجه اللي انت بتنقصها في الامتحانات اللي هي الاساسيه، عربي انجليزي فيزياء كيمياء، دي انت يعتبر انت ضيعتها عليك من الاحياء. تمام، انا بقولها لك اهو عشان ما تجيش تندم بعد كده. ماشي. اخر حاجه، واللي هي الحاجه المهمه اللي كنت بقول لك عليها، اخر حاجه وهي يا سيدي العزيز، الامتحانات الاستشهاديه بدات تنزل. في حاجات بدات تنزل، بدا ينزل علم الرياضه. الناس طبعا المهندسين اللي حبايبنا اللي مش عايشين معانا على الكوكب، دول طبعا ايه بدا ينزل لهم نماذج استشهاديه. ان شاء الله ينزل لكم، وهتبدا تندع وتنزل لكم نماذج استشهاديه، والامتحانات بتبقى جايه نفس المستوى. والله وما تقلقش وكل حاجه، واللي بيذاكر ان شاء الله هيلاقي. ونسيبكم كده مع دقيقتين او دقيقه ونص، يعني حاجه دينيه كده تستفاد منها، ومالكش دعوه بالكلام اللي انا بقوله اكنه كلام ملوش اي ستين لازمه. بس كده. قال ربنا عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم القيامة الصبر ما بتحاسب. صبرت على البلاء، ادخل من أي أبواب الجنة شئت. فلذلك يؤتى بأناس يوم القيامة ترفع أمامهم أعمال كالجبال، فيقولون: أي رب ما صنعنا هذه الحسنات؟ فيقول الإله: هذا بصبركم على البلايا. فيقولون: يا ليت حياتنا كانت كلها بلاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.